السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات اليوم غادي نوريكم كيفاش غادي ننظم يعني الحوايج اللي كندير في السله ديال التصبين. كنت كنديرهم في سله وحده هذيك الكبيره الطويله، وللاسف كنبغي نجبد شي حاجه يعني كيوليو يتصبنوا غير دوك اللي الفوق واللي لتحت كيبقاو. وهذا مشكل كنت كنعاني منه. كما كتشوفوا هذا الرونجمون هذا خديته من ايكيا. بالثمن ديالو 550 درهم. هو منظم بالحديد، داكشي باش عجبني انا حيت هو ديال الحديد. المهم انا غنوريكم دابا كيفاش غادي نركبوه ان شاء الله. قلت لكم من قبل هادو انا شريتهم، يعني هادو راه كاينين في ايكيا كيما قلت لكم 50 درهم الواحد. شريتهم على حساب باش نعزل فيهم الملابس، يعني الحوايج تعزلوا ليا كله بوحدو، يعني هكا غادي نسهل على راسي. يعني فاش نبغي ندير الحوايج في الصبانه ما نلقاش هذا المشكل هذا. كتشوفوا الطريقه اللي يعني نظمت بها انا الحوايج. حاولت نعزل الالوان ما عدا واحد، هو هذا يعني خليت فيه الالوان مختلطه. هذاك انا وضع فيه يعني الملابس الداخليه والتقاشر، يعني الجوارب لانهم كيتجلاو، وكنتعصب لان في وسط من الحوايج كيتجلاو. هذاك علاش يعني غادي نعزلهم بوحدهم في بلاصه وحده. كتشوفوا لونجمون انا حطيت وحده لا ماشين. لا ماشين ما درناهاش في الحمام لان يلاه شريناها، وعامين هادي وانا مصدعه راجلي عليها. بغيت هذيك اللي كتنشف لان كنعكز نطلع للسطح باش ننشر، وما كنحبش ننشر في الشراجم. فقط غادي نصاوبكم ننشر في الجهه ديال الكوزينه ان شاء الله. هذاك علاش يعني اخيرا كتب يعني وجدوا لنا الفلوس باش نشريوها، والحمد لله مازال نعطيكم فيديو عليها لانها راه مفيده جدا بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يعني يشريو بحال هذا النوع هذا ديال سامسونج. دابا غادي ندوز ان شاء الله باش نستف هاد البانيويات، نقولوا لهم البانيويات. كما كتشوفوا كيجيو منظمين بهذه الطريقه هذه، يعني احسن من واحد الروينه كانت عندي هنايا. يعني ديك السله الكبيره كما قلت لكم كندير فيها الحوايج كلهم شي فوق شي فوق شي، ماشي براتيك لان ضروري دائما نبغي ندير الحوايج اللي كيتصبنوا خصني نخويها كلها في الارض، عاد يعني نعزل ونعاود نردهم، يعني فيها تماره ديك العمليه. هذاك علاش كنت كنقلب على شي حل والحمد لله راه لقيته.
كما كتشوفوا يعني حاليا انا غادي نحطو كما قلت لكم هنا، لان مازال ان شاء الله غادي نسدو هذا الشيء بالالومنيوم، لكن مازال فيه بزاف ديال الخدمه لهذا. خليناه دابا حاليا عاود حتى يوجدوا لي الفلوس ان شاء الله، لان انا خسرت بزاف في بيت الجلاس. والحمد لله يعني هذا التنظيم بهذا الشكل هذا. كما كتشوفوا باش تقام عليا 800 درهم، وحصلت على هذا التنظيم. راه صراحه براتيك، واخا مكلف شويه، ولكن تقدروا مثلا تعوضوا هادو ديال الايكيا يعني ببواطات اخرين يعني شكل اخر. انا صراحه علاش كنمشي دائما لايكيا، لا كاليتي ديالهم صراحه باش ما نكذبوش على ريوسنا، لا كاليتي عندهم زوينه. وكذلك ما كنلقاش يعني هنا في بن سليمان فين نشري بحال هاد الاشياء هادو. يعني لا كاليتي زوينه كاينه غير ديال الشينوا. بالنسبه لكم نتوما الناس اللي كيلقاو يعني هاد الانواع ديال البلاستيك تقدروا ديروهم ويطيحوا لكم ارخص من هكا. المهم انا عطيتكم فكره، وكل واحد يطبقها بالطريقه اللي بغا والطريقه اللي غادي تريحو في الجيب ديالو، وفي يعني في الموضع كل واحد يختار فين غادي يدير هذا. انا عندي المكان في الحمام، ولكن مازال الحمام ما عمرني وريته لكم، لان عندي فيه الاشغال كثيره 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 كثيره. يعني خصو فلوس صحاح، لان الزليج اللي فيه ما زوينش، يعني دي مودي ماشي دي مودي فايت، دي موديل هي يعني عيان بزاف، ولا كاليتي عيانه سواقي بهذا المفهوم هذا. يعني الحمام بغيت نردو مودرن، وعندي فيه مشكل كبير على حساب يعني السده ديال هذا. المهم فيه تمره، وفيه بزاف ديال الخدمه. هذاك ان شاء الله يعني خصو واحد عام ولا باش نقدر نبدل الحمام، وغادي نوريكم ان شاء الله كيفاش غادي ندير له. نتمنى نكون فدتكم بهذه الفكره هذه، بهذا التنظيم هذا. وان شاء الله مازال نهضروا في مواضيع اخرى، ومازال نفيدكم بافكار اللي جاتني في بالي ان شاء الله غادي نفيدكم بها. نخليكم دابا، وبسلام عليكم، ونلقاو على خير ان شاء الله في فيديو اخر. بسلام عليكم.